المجازفة اللي هاخدها النهارده ممكن تكلفني 200,000 جنيه. هجرب تجربة عملية للزيت اللي فيه ناس قالت عليه إن هو غير مطابق للمواصفة. أول مرة في مصر نحلل المنتج قبل الاستخدام وتأثيره على الجسم اللي هو الموتور بعد الاستخدام. أنا جربت الزيت ده في عربيتي 5.7 8 سلندر عامله 200,000 كيلو. مواتير بتاعت الجيب دي وفضاحه شويه عشان هي بتجيب كستبانات اصلا بعد فتره معينه كده من الاستخدام. ده شكل المكنه بعد الاستخدام 5000 كيلو. احنا فضينا الزيت وخدنا عينه لتر واحد منها. احنا عندنا اكبر مصنع واكبر معامل في الشرق الاوسط كله في شركه مصر للبترول اللي هي شركه حكوميه. الزيت ده محطوط من غير اي اضافات خالص. خلينا اشرح لك واحده واحده النتائج اللي طالعه. الزوجه عند ال 100 درجه طالعه 9.22. هو اصلا الاي بي اي بيقول لك ان المينيمم 5.6. في الفلاش بوينت الحاجه الوحيده اللي انا كنت متخيل ان الرقم اللي طالع ده عشان هو طالع على المينيمم في المواتير دي، لا ده كويس جدا. التوتال بيز نمبر ده بقى من اهم الحاجات ومن اهم العناصر اللي في التحليل بتاع المستعمل. الرقم بتاعه معناه ان الزيت ده قادر يقاوم الاحماض ويعادلها ولا لا. الاي بي اي بتقول لك من 8 ل 10. توتال اسيد نمبر الرقم اللي طالع هي الاي بي اي بتقول لك من 1 ل 2.5. التوتال اسيد نمبر دي هي الاحماض اللي اتكونت في الزيت بعد الاستخدام. واخيرا خالص هو الاي اي بي، ودي نسبه الشوائب اللي موجوده في الزيت بعد الاستخدام. كده يبقى انا عملت اللي عليا وعلمتك ازاي تعرف يعني ايه تحليل وتقرا التحليل ده قبل الاستخدام وبعد الاستخدام طبقا للمواصفات العالميه. الموضوع ملوش علاقه بشركه كبيره ولا صغيره ولا منشأها ايه ولا قصتها ايه، وشغل خناقات الشوارع ده مش قصتي اصلا. يا ريت يبقى الرد في حدود الاطار ده، والهدف الحقيقي في الموضوع من اوله لاخره لا يعلمه الا الله. ولا بثبت لك شيء ولا بنفي لك شيء. المهم هنا هي الدلائل العلميه مش اي حاجه تانية.